هل التفكير بالذنب أو المعصية دون عملها يعتبر ذنب أو محرم؟ التفكير في المعصية لا يعتبر ذنبا ولا محرما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لكن إذا هم به وعزم أن يفعل ثم راجع نفسه وخاف الله عز وجل ترك المعصية التي هم بها، فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة، كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تعالى يكتبها حسنة كاملة ويقول: إنما تركها من جراء أي من أجل. ولكن ينبغي للإنسان من حين أن يفكر في المعصية ينبغي له أن يحبس نفسه عن هذا التفكير، لأن هذا التفكير ربما نمى وزاد حتى صار هما ثم عزما ثم فعلا، إلا ما عصم الله عز وجل.